عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح اليوم جلسة لمناقشة موضوع هام مع مجلس نواب قريتنا ميت الرخا ومدرستنا رقم 1. طبعا دول اعضاء مجلس نواب قريتنا ميت الرخا رقم 1. النهارده بعد تحية مديرنا الفاضل وزملائي اعضاء هيئة التدريس واعضاء مجلس نواب قريتنا ميت الرخا رقم 1 سوف نقدم لكم جلسة لمناقشة موضوع هام وهو الزيادة السكانية. مشكلة الزيادة السكانية مشكلة خطيرة جدا ويجب مناقشتها ومعرفة اسبابها ونتائج. اولا، ما هي الزيادة السكانية اعزائي الطلبة والطلبات؟ ثواني بس انا اقول. الزيادة الطبيعية زيادة معدل المواليد عن الموارد المتاحة، وذلك يسبب اسباب احدى معوقات التنمية المستدامة في مصرنا الحبيبة. يبقى احنا عرفنا اعزائي الطلبة والطالبات معنى كلمة الزيادة الطبيعية. نناقش ازمة او مشكلات الناتجة عن الزيادة السكانية. في مشكلتين اعزائي الطلبة والطالبات الحضور الكرام، هي مشكلة الأمية ومشكلة البطالة. مشكلة الأمية هي عدم معرفة القراءة والكتابة. البطالة الأطفال الرجال في سن العمل ولا يعملون. طبعا الزيادة السكانية تعتبر من أهم معوقات تحقيق التنمية المستدامة في مصرنا الحبيبة، وقامت الدولة مجهودا عظيما لأجل القضاء على الزيادة السكانية. بعد خلاصة الندوة هنعرف انت كطالب هتعرف تعمل ايه. اول حاجة يبقى احنا عرفنا ما هي الزيادة السكانية. اول حاجة نتائج او ان المشكلات الناتجة عن الزيادة السكانية. نيجي بقى على حلول او جهود الدولة لعلاج المشكلة السكانية. اول حاجة سوف نقوم باستكمال جلسة مجلس نواب قريتنا ميت الرخا لعلاج مشكلة الزيادة السكانية. اولا بعد معرفة تعريف الزيادة السكانية، زيادة معدل المواليد عن الموارد المتاحة، نعرف اسبابها. اول حاجة الزواج المبكر والافكار الخاطئة المنتشرة في بلدنا، وهي اول حاجة تفضيل الذكور على الاناث. نيجي بقى على جهود الدولة لحل مشكلة الزيادة السكانية. قامت الدولة بعمل العديد من بناء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وقامت بافتتاح مشروعات كبيرة لعلاج المشكلة السكانية. طبعا مجلس النواب هيقولوا لنا مقترحاتهم لحل هذه المشكلة، ولازم نعرف اسبابها وطرق علاجها. تمام كده؟ تمام. نيجي بقى ننتقل الى اول حاجة حياة كريمة والمشروعات التنموية التي قامت بها الدولة. اهم حاجة اعزائي الطلبة والطالبات تعرفها ان الزيادة الطبيعية او الزيادة السكانية من اهم اسباب او معوقات المشروعات التنموية. نيجي بقى مع الندوة نشوف اعضاء مجلس الشعب يقولوا لنا مقترحاتهم وحلولهم ايه. اتفضل يا حبيبي تعال. التنمية المستدامة أدت التنمية المستدامة إلى تطوير مشروعات الدولة وبناء مدن جديدة وتطوير العشوائيات. جميل. ده عضو مجلس النواب في قريتنا ميت الرخا ادانا اقتراح جميل جدا. تعالى اتفضل يا عبد. هتقول لنا ايه اقتراح بقى؟ أقامت الدولة مشروعات لتنمية البطالة والقضاء على الأمية، وتواجه الدولة الجرائم لتنمية الدولة، وتواجه الجرائم لأنها معوقات للبطالة. جميل جدا يا ولاد. يبقى ديت من أهم المعوقات أو الصعوبات التي تواجه الزيادة السكانية. تعالى اتفضل يا عبد. هتقول لنا ايه في مجلس النواب؟ زيادة السكانية هي زيادة عدد السكان بنسبة أكبر من الموارد والخدمات المتاحة. تمام كده يا ولاد. ديت زيادة عن الموارد المتاحة. اتفضل يا حبيبي. هتقول لنا ايه في النادي؟ الكثافة السكانية هي الفرق بين أعداد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها. جميل جدا يا ولاد. يبقى يا ولاد خلاصة الجلسة اللي اهم حاجة عرفناها ان الزيادة السكانية تعتبر من اهم معوقات التنمية المستدامة في مصرنا، والى اللقاء الى جلسات اخرى في مجلس نواب قرية ميت الرخا. شكرا لحضراتكم.
محميات تعالى. ايه هي المحميات؟ جميل. ولازم نحافظ على المحميات الطبيعيه في مصر. نيجي على محور اخر بقى وهو التنوع البيولوجي، مهم جدا في دراسه التغيرات المناخيه. اتفضل. تنوع الحياة النباتية والحيوانية على كوكب الأرض وتنوع البيئات التي تعيش فيه. جميل جدا. التنوع البيولوجي دي مرتبط بالسلسله الغذائيه للانسان. نيجي على محور اخر وهو خطوط الشيطان هي خطوط مرمية تقع في شمال الكرة الأرضية وتؤمن في تحديد المهار. برافو عليك. مدار ايه؟ نيجي بقى على محور اخر والفيلم. محور اخر ماشي ما يجي عمر من الحضاره المصريه. نيجي محور اخر الموقع الجغرافي هو موقع بالنسبة لليابس والمياه. ماشي. موقع ايه؟ جغرافي بالنسبه لليابس وايه والمياه. نيجي بقى على محور خاص بالتغيرات المناخيه وهو تعريف المناخ. لازم تكون عندك سؤال في تعريف ايه؟ المناخ. اتفضل. هو دراسة حالة الضوء قدر الأمنية طويلة مثل الرياح أمطار ونجوم. جميل جدا. نيجي يا اولاد على مظهر من مظاهر الحياه وهي الجلد. الجلد ما كانش فرعين بس، كان في عده فروع. هنعرف معنى الجلد ايه؟ الجلد هي عبارة عن موقع رفيع تصل في الشمال ورأسها في الجنوب. شكرا. ديك عارف ايه الجلد. نيجي بقى الموقع الفلكي. الموقع الفلكي هو بالنسبة لخطوط الطول ودوائر الأرض بتحدد الأماكن شمالا وجنوبا، أما خطوط الطول بتساعد على معرفة الوقت. جميل. في الموقع موقع الفلكي في دراستنا. تمام. نيجي بقى على الكلمه ايناس وهتكلمنا على موضوع مهم في الكليه ايناس. في هذا الموقع